السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا بنات، من قشور التوم اللي احنا بنطلعها واحنا بنفرز التوم هنعمل كمية توم بودر احلى من اللي بنشتريها من المحل بكتير قوي قوي قوي. ريحة وطعم، حاجة كده جميلة مضمونة، مش مخلوط عليها اي حاجة. انا طلعت القشور بتاعت التوم دي اللي بتبقى في قلب راس التوم ونشرتها في الشمس، نشفت، جبت اعملها في الكبة بتاعت الخلاط، طحنتها زي ما انتوا كنتوا شايفين، من غير ما اولع الفرن ولا احطها ولا اي حاجة، لان الجو حر. بس يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة. بصوا يا بنات، وصفته بالمصفى كده بعد ما فرمته في المطحنة تحت الخلاط، صفته بالمصفى زي ما انتوا كنتوا شايفين. البوله دي كبيره، انا هفضي بوله كده صغيره هوريكم. طلع لي كميه حلوه ما شاء الله. انت ممكن تعملي من كميه التوم كل، انا عملت كميه صغيره، ممكن كميه التوم اللي انت هتفرزيها بتفرميها تطلعي منها كميه تكفيكي السنه كلها، من السنه للسنه. تعملي تخلي حبه تستخدميها في الاكل، والحبه التانية تحطها ببطرمان وتحطيه في الفريزر يقعد لك من السنه للسنه. بصي يا بنات، طلع كميه قد ايه. انا التوم بستغله، بطلع من العروق بتاعته لسلق اللحم، وبطلع من القشر بتاعه بعمل توم بودر، والتوم بنفرزه. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بلايك واشتراك، والسلام عليكم.